صورت قوة ليفربول أيام فكان وقبل أيام بايزلي. أيام ليفربول كان مرعب، اسمه كان مثل الدينار الذهب في بورصة التتويجات رقم 1. كانت أوروبا تخشاه وكانت إنجلترا تخشى ردة فعله وتستسلم أمامه. الرايات البيضاء في ملاعب كرة إنجلترا رفعت في أعوام 70 و80. لا حول لنا بليفربول ولا قوة لنا بليفربول لنصارعه أو نخطف منه الشيء أو بطولة. تلك الأيام نداولها. الليلة دي مش مجرد تتويج، الليلة دي شهادة ميلاد جديدة لفريق عظيم ورد من مدير فني لكل المشككين فيه. خليك مستني لأن الوعد لسه موجود، ولأن القصة مع ليفربول عمرها ما بتخلص. دي دايما البداية لحاجة أعظم وأقوى وأجمل. لن تسير وحدك أبدا. تخيل معايا موسم طويل مليان أفراح وأحزان، موسم كله تحديات. من أول رحيل يورجن كلوب كل الناس مستنية يشوفوا ليفربول هيعمل إيه مع أرن سلوت، ومن هنا بدأت حكاية الدوري رقم 20. النهاردة رسميا ليفربول بطل للدوري الإنجليزي الممتاز. 82 نقطة كانوا كافيين جدا علشان تخلي ليفربول يتوج بالدوري. يورجن كلوب زمان بيشد في شعره دلوقتي، ده كان بيجيب فوق 90 وما بيكسبش. لكن تعالوا نرجع شوية لورا ونعيش الحكاية مع بعض. من بداية الموسم ليفربول كان بيبعت رسالة للكل بعد رحيل يورجن كلوب. الفريق داخل الموسم هو شايل هموم السنة اللي فاتت، لكن كان باين من الأداء إن في رغبة حقيقة للتغيير. بداية نارية خلت الكل يبدأ يحط حساباته من بدري، والكل طلع يشكك في الإعلام بسبب جدول ليفربول السهل نوعا ما على الورق طبعا. ولكن بعد 3 جولات بس هنا كانت الصدمة. أرن سلوت مع أول هزيمة من نوتنغهام في الأنفيلد، وتحس الناس كانت مصدقة. كله رفع السكاكين ونزل سلخ في الراجل، بس سلوت كان ليه رأي تاني. قلب الدوري الإنجليزي دورة رمضانية حرفيا. وهاتك فين يوجعك 26 مباراة بدون هزيمة، الأكثر في الدوري، بمعدل أهداف وكلين شيت. كل حاجة إيه سعادتك اللي أنت تحبه. اللي كان بيقول عليها يمشي وهيتم إقالته بعد التوقف دلوقتي بقى أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي. ليفربول الحقيقي ظهر في وقت الأزمات. اللعيبة كانوا رجالة قلبوا الطاولة ورجعوا يكسبوا ماتشات تقيلة. كسبوا اليونايتد، كسبوا تشيلسي، تعادلوا مع السيتي وما خسروش. ومش محتاج اقول لك عملوا ايه مع توتنهام. الفريق كان بيثبت كل ماتش انه مش هيسيب الدوري الموسم ده، وخصوصا ان جوارديولا كان عامل سلسله خسائر ما شاء الله ايه عنب ما كانش شايف. يا راجل ده وقتها عملوا لسلوت رقم سلبي، ان اول مره في الدوري الانجليزي يسجل وهو اللي يبدا التهديف ويخسر المباراه. انت متخيل من كتر جبروت الراجل ده بقى بيخترعوا له اي حاجه حرفيا. ليفربول من الناحيه الجماعيه مع أرن سلوت الموسم ده حرفيا مرعب. ليفربول كان من اكتر الفريق استحواذا في الدوري الانجليزي بالكامل، 61% لحد دلوقتي. طبعا حققوا 14 ريمونتادا لما كانوا بيتاخروا في النتيجه ويرجعوا يكسبوا الماتش. حاجه مفيش احسن من كده يعني. أرن سلوت كان بيعمل كل حاجه حرفيا الموسم ده، وفي الاخر يطلع يقولوا اصل الموسم ده كان ضعيف في الدوري. تعال اقول لك شويه احصائيات وارقام هتعجبك، وهو نرد على كل الناس اللي بتشكك في الراجل مع اننا مش محتاجين. بس تعالى، ليفربول الموسم ده اعلى معدل تهديف في الدوري لحد دلوقتي ب 80 هدف. ليفربول اكتر فريق محافظ على الشباك النظيفه ب 14 مباراه. ها واخد بالك انت؟ ده كان فان دايك الموسم اللي فات عايزين يمشوه. يعني اقوى دفاع، اقوى هجوم، اكتر فريق استحواذ على الكوره. مش فاهم عايزين ايه تاني يعني. كل ده واحنا لسه ما اتكلمناش عن الملك محمد صلاح بيقدم افضل مواسمه حرفيا، رغم ان كل الناس بتتكلم في الاعلام
وفي الشارع عن تجديد عقده. هو كان بيتكلم في الكورة مع الملعب بس كده وشكرا. طبعا ما ينفعش نسكت على كده، لا لازم نتكلم على إحصائيات الملك المرعبة كلنا عارفينها طبعا. بس للتأكيد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي ب 28 هدف بفارق 6 أهداف كاملة عن إيزاك تاني الهدافين. ده لحد دلوقتي بقى لسه في حوالي 6-7 جولات في الدوري. صلاح هو أكتر من صنع أهداف ب 18 هدف وبفارق 7 أهداف كاملين عن مورفي أقرب منافسين. وربنا يسامح نونيز بقى، هو عارف غلطته. صلاح هو أكتر واحد مسجل أهداف وصنع في الدوري ال5 الكبرى كلها، يعني الجولدن بول مستريح إن شاء الله. صلاح متبقي ليه هدفين بس ويكون أكتر واحد مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي في التاريخ في موسم واحد. صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي كله ياخد رجل المباراة 75% من كل المباريات اللي بيشارك فيها. الدوري الأقوى في العالم، واخد بالك انت؟ تعال نكمل. صلاح خامس أعلى لاعب في تسجيل الأهداف على مدار الدوري الإنجليزي بتاريخه، وكم هدف وهيبقى الرابع. انت واخد بالك احنا وصلنا لفين؟ صلاح أجبر كل الإعلاميين والنقاد والجمهور واللاعيبة إن هم يضغطوا على الإدارة علشان يجدد عقده بمستواه، مش بتصريحاته ولا بهروبه من التمرين ولا الكلام اللي انت عارفه ده. انت طبعا فاهم قصدك كويس قوي. وفي اللحظة دي لما الحكم صفر، لما أنفيلد الكل انفجر بالصوت والدموع، كان واضح ان القصة دي مش مجرد بطولة، لأن آخر مرة فاز بيها ليفربول كان من 5 سنين كاملين وقت كورونا بعد 30 سنة، والجمهور معرفش يفرح مع اللعيبة وكلهم كانوا قاعدين في البيت. سلام.